أهلا وسهلا ومرحبا يا عشاق المدن السياحية البحرية والمدن العتيقة. سيدي بوسعيد مدينة سياحية تونسية تقع على بعد 20 كيلومتر من شمال شرق تونس العاصمة. إضافة إلى كون أن سيدي بوسعيد تعتبر موقعا سياحيا رائعا، إلى أنها تتميز بفنها المعماري ذو طابع خاص بها. جل بيوتها بيضاء بأبواب زرقاء عتيقة. هذه الأبواب تميزها تلك الزخارف والنقوش الراقية والبديعة. جاءت تسمية هذه المدينة نسبة للولي الصالح أبو سعيد الباجي الذي عاصر الشيخ أبي الحسن الشاذلي، ويوجد ضريحه في نفس المدينة. وأبو سعيد الباجي شخصية تركت اسمها لهذه القرية المشهورة. ولد في باجة القديمة، وهي قرية صغيرة كانت في أحواز تونس واندثرت الآن. عاش أبو سعيد الباجي في بداية حياته في تونس الزيتونة، وهناك تعلم وتلقى الدروس، وقد كان ذلك في عصر انتشرت فيه الصوفية بشكل كبير في منطقة شمال إفريقيا، وذلك بعدما ظهرت أول مرة في الشرق الأدنى إلى أن انغرست وتجذرت في المغرب العربي. وقد كرس أبو سعيد حياته للتأمل والتمارين الروحية والعبادة والصلاة، فعندما ينهي دوره في المراقبة كان يتفرغ للصلاة ويجتمع مع تلاميذه الكثر ليلقنهم الدروس والمواعظ. وفي اجتماعاته كان يناقش تلاميذه في التربية الدينية وعلوم الدين، ومن أهم وأشهر تلاميذه أبي الحسن الشاذلي. وبالفعل استحق أبو سعيد الباجي أن يسمى ذلك الجبل على اسمه، فالمكان ظل خاليا من الناس لمدة طويلة، لكن أبا سعيد الباجي منحه مكانة كبيرة في أعين المجموعة المتدينة. وبعد وفاته جاء العديد من الزاهدين والمتأملين والمتصوفين، فوجدوا ملجأهم هناك، مثل سيدي الشبعان وسيدي الظريف وسيدي بوفارس. وفي بداية القرن الثامن عشر بادر حسين باي ببناء جامع الزاوية الذي يشمل ضريح أبي سعيد الباجي، وقد بنى محمود باي مسكنا بالقرب من مسجد الزاوية الذي سمي فيما بعد دار ثامر. ومنذ ذلك الحين شيدت عائلات عديدة المنازل، خاصة الساكنة البلدية من تونس العاصمة، وقد كانت هذه المنازل مشيدة على التل حول مقام سيدي أبي سعيد، وكانت خاصة لقضاء فصل الصيف فيها وللاستمتاع بالمناخ الرائع والتسلية في جو من الورع الديني، بحيث كانت تقام احتفالات صوفية جميلة أشهرها الخرجة. يشمخ في سيدي بوسعيد جبل المرصى الذي يسمى أيضا بجبل المنار. كان هذا الجبل الشامخ هو المكان الذي وفر الأمن والمراقبة والدفاع عن قرطاج الفينيقيا في القرن السابع قبل الميلاد، وذلك لمدة طويلة. كل زوار مدينة تونس العاصمة يذهبون إلى سيدي بوسعيد، أما إذا لم يزر هذا السائح المنطقة فزيارته منقوصة حسب ما يقولون. أما المدمنون على الجلوس في المقهى العالية بسيدي بوسعيد يقولون أن من ينزل ضيفا على المدينة ولا يجلس في مقهى العالية لاحتساء كوب شاي بالنعناع أو فنجان قهوة تركي أو عصير برتقال، فهو يفوت فرصة لا تعوض للاقتراب من التقاليد التونسية. اتخذ أهالي المنطقة اللون الأبيض لجدرانهم، أما الطلاء الأزرق فلأبوابهم. مقهى العالية يسمى كذلك بمقهى الحصائر، وهي جمع حصير، لأن الباحة الرئيسية عبارة عن مجموعة من السدات، والسدة تسمى في تونس بالدكانة. تفرش الدكانة بالحصائر الملونة المصنوعة من نبات ينمو بشكل عشوائي في مدن الجنوب التونسي، ويسمى السمار، شبيه بنبتة الحلفاء
لكنه أسمك وأمتن منها. الباحة الرئيسية لمقهى العالية يطغى عليه اللونين الأحمر والأخضر، وفي حائط بباحة القهوة العالية توجد نسخ من مقالات لصحف عالمية تحدثت عن هذه المقهى وعن سيدي بوسعيد. أما في الحائط الآخر علقت صور مشاهير وفنانين وسياسيين زاروا المدينة، وفي كل الأرجاء علقت لوحات زيتية لرسام تونسي صديق لعائلة بن سعيد التي تدير المقهى منذ نشأته في منتصف القرن ال19. للمقهى شرفتين تطلان على البحر وعلى الشارع الرئيسي للمدينة، وفي الفضاء الأرضي تنتشر الكراسي والطاولات. مقهى العالية أقدم مقاهي تونس وأشهرها على الإطلاق. يزيد الإقبال عليها في يومي السبت والأحد وكذلك في العطل. يرتكز اقتصاد المنطقة بشكل كبير على مداخيل السياحة، إذ تعتبر مدينة سيدي بوسعيد من أبرز الوجهات السياحية التي تستقطب آلاف السياح. وتعرف هذه المدينة بالفنادق والمطاعم والمقاهي وبأطعمتها كأكلة المشموم والبمبالوني والكفتاجي واللبلابي، إضافة إلى انتشار المحلات والأكشاك التي تبيع التحف والتذكارات واللوحات والهدايا المصنوعة يدويا. وما يضفي سحرا على مدينة سيدي بوسعيد احتضانها لأشجار النخيل وأشجار التين الشوكي وأزهار الياسمين، مما جعلها آية من الحسن والجمال. من أشهر معالم سيدي بوسعيد قصر النجمة الزهراء الذي بناه الكونت الإنجليزي إيرلانجر، وتحول لاحقا إلى متحف يعرض الآلات الموسيقية ويقيم حفلات الموسيقى الكلاسيكية والعربية. ويرقد في سيدي بوسعيد أكثر من 500 ضريح، ويقام فيها احتفال سنوي يسمى خرجة سيدي بوسعيد، تشارك فيه فرق من العساوية التي تلقي القصائد والأمداح مع الدفوف والبخور والزغاريد. وقد ظلت سيدي بوسعيد مزارا يعشقه أصحاب الذائقة الفنية من أمثال الرسامين العالميين أمثال البارون رودولف وغيره، الذين ربطتهم بها قصة حب وعشق وألهمتهم سحر طبيعتها وخصوصية معمارها. سيدي بوسعيد يا عالي شرفتينا بالنور هي من أجمل أغاني الفنان التونسي الراحل علي الرياحي، التي تغنى فيها بجمال وبهاء هذه المدينة، بيوتها وياسمينها ووليها الصالح وأروقة فنونها التشكيلية التي عرفتها تونس. لقد ذاع صيت هذه المدينة عالميا حتى صنفت من بين أجمل المدن الزرقاء. هذه القرية الأسطورية الخلابة كان اسمها قديما رأس قرطاج، ثم تم تغيير اسمها إلى جبل المنار، ثم رسميا إلى سيدي بوسعيد عند إحداث بلدية في هذا المكان عام 1893. وكما قلنا فقد توافد على هذه المدينة عدد من الناقدين والفنانين والشعراء أمثال ميشيل فوكو ومحمود درويش. شامخة هي على كتلة صخرية صنوبرية تنسدل على البحر وتلتصق به. سيدي بوسعيد ليست مجرد معلم سياحي وفقط، وإنما معلم ثقافي، فقد عرفت المنطقة بأروقتها الفنية على غرار رواق عمار فرحات ورواق كمنجة ورواق عتيقة. ونظرا لمكانة هذه المنطقة سياحيا تحولت بعض البيوت إلى مطاعم على غرار بيت زروق ومقهى سيدي الشبعان، وتعج شوارع المدينة بالحياة خاصة في فصل الصيف. وما زالت سيدي بوسعيد تمارس في منتصف شهر رمضان طقوسا صوفية يتزاحم فيها الناس من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية،
ومن المهرجانات الثقافية المتميزة مهرجان الشعر الذي يعد ملتقى لضفاف العالم. سيدي بوسعيد معلم من معالم تونس التاريخية والثقافية، فلا يمكن للزائر تجنب زيارتها والجلوس في مقاهيها والاستمتاع بروائح الفل والياسمين والقهوة. تشجيعاتكم تهمنا وكذلك آراؤكم، فممكن أن تضعوا آراءكم واقتراحاتكم في التعاليق كي نتقرب منكم أكثر ونعرف ما الذي تفضلونه أكثر. وشكرا لكم أعزائي المتابعين.